لأول مرة منذ 2013 الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا من دون أي بلد عربي، بعد خروج الجزائر في الدور الأول، ثم خروج تونس، ثم مصر، وبعدهم موريتانيا. جاء الدور البارحة على رابع العالم وعلى المرشح الأول للفوز باللقب القاري، طبعا رفقة حامل اللقب منتخب السنغال. منتخب المغربي خرج البارحة أمام منتخب جنوب إفريقيا في مباراة كان فيها منتخب جنوب إفريقيا البافانا كان أفضل، كان رائعا في كل شيء، تفوق بهدفين مقابل 0 أمام منتخب مغربي يمكن أن نقول بأنه لعب أسوأ مباراة له في هذه البطولة. أمر كان مرتبط به ومرتبط أيضا بمنافس شرس، كان معه الحظ كذلك، لأن حكيمي ضيع ركلة جزاء في ال5 دقائق الأخيرة من عمر المباراة. بعدها سجل المنتخب جنوب افريقيا هدفه الثاني الذي يمكن ان يصنف ضمن خانة افضل هدف في هذه البطولة لحد الان، من مخالفة مباشرة اخرجت المنتخب المغربي الذي لحق بالمنتخب السنغالي المرشحان الاساسيان. المنتخب السنغالي ما قبل البارحة امام كوت ديفوار في مباراة كبيرة. الان كل الاحتمالات تبقى واردة بالنسبة للتتويج باللقب القاري في هذه البطولة. ممكن الناس ترشح الآن، صارت ترشح نيجيريا وكوت ديفوار العائد، وين صار منتخب كوت ديفوار. نيجيريا التي ستواجه أنغولا في الدور ربع النهائي، جمهورية الكونغو التي أطاح بمصر ستواجه منتخب غينيا. مالي في مباراة قوية وكبيرة ستواجه كوت ديفوار في تحدي آخر جديد، بينما جنوب إفريقيا الذي أطاح بالمغرب سيواجه منتخب كاب فيردي. وبالتالي أصبحنا الآن غير معنيين عاطفيا مع كأس إفريقيا، معنيين فنيا ومن أجل الاستمتاع بأريحية كبيرة جدا في هذه البطولة التي حطم فيها اليوم الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة. تتذكروا في القاهرة كان سجل 103 أهداف، اليوم وصلنا ل 105 أهداف بفضل الهدفين المسجلين على المنتخب المغربي، فتحطم الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة حتى قبل أن تنتهي البطولة. نفس المصير الذي حدث للعرب الأفارقة في نهائية كأس إفريقيا حدث في الجهة المقابلة، ليس كلية طبعا، في الجهة المقابلة بعد خروج العراق وفلسطين. خرجت البارحة السعودية في مباراة أثارت ولا تزال تثير الكثير من الكلام أمام كوريا الجنوبية. السعوديون كانوا سباقين إلى فتح مجال التسجيل، كانوا يسيرون في المباراة، لا أقول يسيطرون على المباراة، يسيرون في المباراة. شوط ثاني كان رهيب، خاصة 20 دقيقة الأخيرة كان فيها ضغط عالي كبير جدا من الكوريين على السعوديين في مباراة تألق فيها حارس المنتخب السعودي الذي أبدع بصده 7 كرات، تقريبا 7 أهداف صدها أمام منتخب كوريا الجنوبية قبل أن ينهار في الدقيقة 110 ويخسر المنتخب السعودية بركلات الترجيح. حدث البارحة صنعه كوريا الجنوبية بتأهله بأداء راقي جدا، خاصة في الشوط الثاني، بصبر، بحكمة، بثقة كبيرة في النفس. كذلك صنعه الحارس السعودي بصده 7 كرات نحو المرمى، وصنعه أيضا في نهاية المطاف مدرب مانشيني مدرب المنتخب السعودي الذي قام بتصرف، خلينا نقول غريب شوية حتى لا أقول غير لائق، عندما غادر أرضية الميدان قبل أن ينفذ اللاعب الكوري الركلة الأخيرة التي ضمن بها التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس آسيا. خرج على طول إلى غرف الملابس. هو في الندوة الصحفية بعد ذلك اعتذر وقال، مش عارف إذا فهمت أنا غلط ولا، قال بأنه اعتقد بأن فريقه خلاص أقصي، رغم أن الركلة لم تكن قد نفذت بعد. فلما تغادر أنت السفينة هكذا وتترك فريق منتخب من حجم السعودية، وتترك فريقك أنت يا مانشيني قبل أن تنفذ الركلة الخامسة، ماذا لو ضيعها وعاد السعودي يسجلها
وتأهلت السعودية، هل كنت ستعود؟ فاعتذر هو كذلك في الندوة الصحفية بعد ذلك وقال أنا آسف للاعبين وآسف للإدارة وآسف أيضا للجماهير، ولكن اعتذاره لا أعتقد بأنه قبل بسلاسة وببساطة، لأنه شفنا في وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام تذمر كبير جدا من السعوديين على مدربهم وعلى مردود فريقهم في نهاية المباراة. المحزن هو أنه كأس آسيا تفقد المنتخب السعودي وتفقد أيضا جماهير السعودية التي نورت الدوحة والتي كانت بأعداد كبيرة جدا، صنعت فرجة وصنعت أيضا أجواء خيالية بسبب عشقهم للكرة وعشقهم لمنتخبهم. ومع ذلك السؤال اللي يبقى مطروح، هل ستمر بسلام قضية خروج المدرب مانشيني من أرضية الميدان قبل أن تنفذ الركلة الخامسة؟ لا أدري. مهم أنه العراق خرج. عندما نقول خرج وفلسطين والسعودية يجب أن نثمن تأهل قطر طبعا باعتباره بلد منظم، ونثمن بشكل كبير جدا تأهل المنتخب الأردني بجدارة واستحقاق، وعلى حساب من؟ على حساب العراق في ديربي وفي مباراة مثيرة جدا. أعتقد بأنها كانت واحدة من أفضل المباريات، حتى لا أقول أفضلها، وأكثرها إثارة، لأن الموازين قلبت في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة في انتظار ما ستسفر عنه مباراتي البحرين اليوم الذي سيواجه اليابان في مأمورية صعبة، وكذلك سوريا التي تواجه إيران كذلك في مواجهة صعبة تنذر بأن العرب في البطولتين سيكون مشوارهم، حتى لا أقول شيء آخر، مشوارهم صعب وصعب جدا، وستكون معجزة لو يتمكن فريق عربي في آسيا من الفوز على كوريا الجنوبية وعلى إيران وعلى اليابان والجنوبية، إيران واليابان وأستراليا كذلك.